الحمد لله. طب امتى طرت من الفرحه؟ وقتها تزوجت ساره، وقتها تقدمت لها. يا سلام. مع إنه حتى كان كتب الكتاب يوم بعتقد. كتب الكتاب انت بكيت اكثر. ايه انا ما نزلت الفيديو، انا كنت عم بصور فيديو كمان ما نزلته. كثير 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 تاثرت وقتها. حسيت مثل كانه بتعرف واحد كثير تعذب بحياته، كثير 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 كثير، واخر شيء اجته هديه عوضته عن كل شيء مرق. فهي وقت زلغطوا وقتها مرق شريط حياتي كله. والله مرق شريط حياتي كله عن كل شيء مريت فيه. فحسيت هاي فرحة مش طبيعية هيك ما إلها وصف. حسيت انه خلص انا رح استقر، هاي هي حياتي. ايه حسيت انه خلص ختمت الحياة. حلو. قد ايه سارة هلا عم بتكون داعم لإلك، يعني بفترة انت مرقت بظروف صعبة فيها كتير، والناس يمكن اقرب الناس لإلك يمكن كانوا عم يدعموك بطريقتهم. سارة قد ايه عم تدعمك بطريقتها هي؟ والله كثير بتدعمني، كثير بتوقف معي، خاصة لما أكون عندي مشكلة أنا وقت التصوير. إذا في شيء ما مشي على كيفي بدخل بمود إنه مش زعل، بس إنه خلص بحس إنه يا بده يخلص الموضوع، يا بده يخلصه، يا بده يضل منكد. فهي بتروقني كثير بهالموضوع، يعني حتى هي بتساعدني إنه أطلع من هالمود اللي هو صعب. حتى كنت مع أصحابي كنت نفس الشيء، إنه لما أكون بدي شيء وما يزبط نكد بدي أسويه، لما أسويه خلص. بس يعني انت اخذت ساره صغيره وهي كانت بيت اهلها مدلله، يعني ما حدا بيقولها لا. انت شخص تعبت على حالك كتير وما كانت حياه، يعني ما خلقت معلقه ذهب بتمك. ف بصير في هذا الصراع بينك وبين ساره، بتصير تقول لك انه اذا انت شو اسمه حياتك ما كانت سهله، انا ما دخلني، انه انا حياتي كانت سهله. لك انا ما اخذت الخطوه لحتى قدرت قول لسارة أي شيء بدها إياه تكرهه، فهمت؟ ما كنت أخذت الخطوة يعني قبل. فأي شيء بدها إياه لا بضل يعني هي، فأي شيء بدها إياه فأنت تكره عيونك. كمان بتفرجيها إنه لسه حياتك أحلى معي. إيه حلو. قد إيه مش حياتها أحلى يعني الحمد لله أهلها كانوا عايشينها كمان أحلى حياة. وأنا كمان يعني. فأنت عم بتكمل أيوة عم بكمل الحياة اللي